تم رحلات في 3 أيام، كل تدابير فيما يخص الفندقة، فيما يخص تذاكر للدخول إلى الملعب، فيما يخص التنقل من مدينة إلى مدينة، كل أمور متوفرة باش يكون التنقل تاع المناصرين في راحة وفي أحسن ظروف إن شاء الله. كم حصيلة الجزائر من التذاكر؟ يعني كان حصيلة الجزائر في الأول 4000 تذكرة، لا؟ احتمال كبير يكون بين 4000 و 5000 مناصر جزائري، ولكن احنا تكفلنا إلا ب 2000، والباقي خلينا الناس تروح بصفة حرة عن طريق حالات من أوروبا أو من بلدان أخرى. ولهذا التكفل كان خاص إلا ب 2000 مناصر. كان ما نقولش دعم، ولكن كان نظمنا الرحلة باش تكون في متناول الجميع، فيما يخص الفندقة وفيما يخص تذاكر تاع الدخول إلى الملعب. المنتخب الجزائري الذي خاض مباريتين وديتين جمعته بأرمينيا ورومانيا، ما هي حظوظ المنتخب الجزائري في هذا المونديال؟ الحظوظ موجودة، ولكن كل شيء مرتبط بالتحضير. احنا كان برنامج تاع تحضير، كان كل الامكانيات لابد نوفرها للفريق. والتخوف اللي كان موجود هو ان لابد يكون جو ملائم للتحضير. فبعد التأهل كان فيه بعض التصريحات فيما يخص بقاء او ذهاب المدرب بعد المونديال. احنا طلبنا باش يكون جو ملائم، وهذه المسألة نتكلمها بعد المونديال. والحمد لله احنا الأخبار اللي عندنا، وكانت عندي فرصة بزرت الفريق الوطني في التربص، الأجواء عادية، وهذا هو الشيء المهم لتحضير البدني والنفساني للمقابل لهذا الكأس. وكان التحضير الأول ضد أرمينيا والثاني ضد رومانيا كان أداء جيد، وشفنا باللي الفريق عنده مستوى يتحسن من مقابلة إلى مقابلة. عندما نقارن مع جانفي 2013 عندما هذا الفريق الوطني شارك في كأس إفريقيا للأمم، وإن كان المستوى متوسط مع نتائج ما كانش في المستوى، نشوف باللي الفريق تحسن، تأهل إلى كأس العالم، وهي نتيجة معتبرة. لأن نعرف اليوم أن المستوى على المستوى الإفريقي مستوى عالي وعالي جدا. ونشوف باللي بعد التأهل ضد بوركينا فاسو اللي كانت مقابلة صعبة، نشوف باللي لعبنا 3 مقابلات ودية، ونشوف باللي تحسن في كل مقابلة. لو نقارن مثلا بين مونديال مشاركة الجزائر في مونديال جنوب افريقيا 2010 والآن هذا الفريق، كيف ترى سيد الوزير بين الفريقين ومشاركة سواء في جنوب افريقيا والمشاركة الآن الثانية على التوالي للممثل الوحيد العربي؟ الغلطة الكبيرة أننا نقارن، لابد ما نقارنش. كاين تحسن، يعني أنا أقصد ما هي النقاط الإيجابية التي ربما اليوم يملكها هذا المنتخب؟ كانت مشاركة في 2014 في 2010 كانت مشرفة. عندما نشوف النتائج، مقابلة جيدة ضد بريطانيا، مقابلة نعم كانت جيدة، مقابلة متوسطة مع سلوفينيا. نشوف ولكن النتيجة ما كانت موجودة لأننا ما تأهلناش. لابد نحسن النتائج، وهذا هو المعمول به، أننا في كل منافسة نحاول كيف نحسن ونرفع مستوى الفريق. ولكن باش نقارن هذا ماهوش حل باش نطور مردود هذا الفريق الوطني. مؤخرا قامت لجنة المعاينة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمعاينة المنشآت والهيكل الرياضية في الجزائر، وهذا تحضيرا للطلب الذي تقدمت به الجزائر لاحتضان كأس أفريقيا عام 2019. هل معالي الوزير نريد أن نعرف التقرير هذه الفيدرالية وعن تحضير الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا لعام 2019؟ الملف الجزائري كان ملف كامل، والمنشآت اليوم لابدها نشارك في كأس إفريقيا منشآت حديثة، منشآت جديدة. ولكن التقرير اليوم سري، لأن القرار النهائي على طاولة الاتحاد الإفريقي، ولكن كل الحظوظ موجودة، لأن كل الشروط متوفرة في المدن التي اختيرت،
خصوصا أن الملاعب ملاعب جديدة وتتوفر إلى كل الشروط، خصوصا الشروط فيما يخص الأمن وفيما يخص المقاييس الجديدة للاتحادية الدولية. ما هي المعايير؟ سمعنا أنه بعض الملاعب سوف تكون مغطاة يعني بتقنية كل الملاعب، كل المدرجات الملاعب الجديدة كلها مغطاة على مستوى ال11. عندنا مشروع تاع 11 ملعب، كل الملاعب الجديدة تكون مغطاة على مستوى المدرجات. أيضا فيما يتعلق بملعب 5 جويلية الذي أغلق منذ سنة بعد سقوط سقف أحد المدرجات ووفاة مناصرين من اتحاد العاصمة، أولا أين وصل مشروع ترميم ملعب 5 جويلية، والتحقيق الذي فتح آنذاك أين وصل هذا التحقيق؟ نعم، فيما يخص التحقيق نبدأ بالتحقيق. الملعب عنده 42 سنة من الإنجاز. فالتقارير احنا عملنا لجنتين مستقلتين، لجنة مع مكتب دراسي جزائري ولجنة مع مكتب دراسي أجنبي. فالتقارير كانت نفس التقارير. المشكل كان فيما يخص البنيان تاع الملعب مع المياه تاع الأمطار، فكان فيه خلل فيما يخص البنيان. فاخذنا قرار باش نغلق الملعب ونعمل إعادة كل المدرجات. فالعملية اليوم كل المدرجات تمشي بصفة جيدة، وإن شاء الله سنستلم الملعب في أواخر 2014 في هذه السنة في ديسمبر. يعني الموسم المقبل لا نستلم المشروع فيما يخص المدرجات. لكن احنا أخذنا قرار وقرار هام. ملعب عنده 42 سنة، والمقاييس تاع السبعينات ليست تغيرت. فاخذنا قرار باش نكبر في التوسعة تاعو ونلحق إلى 85 ألف متفرج ونغطي المدرجات. فاحتمال كبير أننا ننطلق في العملية تاع التوسعة وتاع تغطية المدرجات في أوائل 2015. وإذا اقتضى الأمر نخلي الملعب مغلوق مدة سنة ونصف بالأقل، لأنه يتطلب عمل تاع ترميم، عمل كبير. فالمرحلة الأولى هي في الإنجاز، تنتهي إن شاء الله في أواخر 2014 باحتمال كبير، باش احنا نوجد في الملف والدراسة. أنا في مشروع ما قبل الدراسة. عندما تنتهي الدراسة احتمال كبير باش ننطلق في الأشغال في أواخر 2014 أو الأشهر الأولى تاع 2015. 4 مواسم تمر عن الاحتراف ودخول الجزائر الاحتراف وخروجها من بطولة الهواة. كيف تقيم معالي الوزير هذه التجربة؟ هناك البعض من انتقد الاحتراف في الجزائر وقال أنه ربما لم يحقق النتائج المرجوة منها. من المستحيل باش تكون نتائج بعد سنوات، من المستحيل. احنا انطلقنا في الاحتراف ب 32 فريق ويمكن نادي، يمكن هذه غلطة، لأن 32 فريق في مرحلة أولى شيء صعب، خصوصا أن القوانين كانت غير موجودة. فلهذا في 2013 جهزنا قانون جديد للرياضة. منذ 23 جوان 2013 قانون الجديد للرياضة الوطنية يتكلم بصفة مدققة فيما يخص الاحتراف. واليوم أنا في مرحلة تاع إنجاز نصوص تطبيقية خصوصا للاحتراف. فأنا نتماشى بمراحل، الأمور تتحسن، ما هيش ملموسة، ولكن أنا في فترة انتقالية مع دعم الدولة للاحتراف. فالفترة الانتقالية ستنتهي 2018 إن شاء الله. احنا المهم أننا في 2018 لابد يكون الاحتراف ناجح ويتماشى مع كل المقاييس بإمكانية الفرق المحترفة. فيه مشاريع تاع مراكز للتكوين، خصوصا المدارس الكروية. نعم، مدارس للتكوين تنطلق إن شاء الله في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. المرحلة الأولى موجهة إلى 16 فريق، والمرحلة الثانية إن شاء الله في السنة المقبلة إن شاء الله تكون إلى أكثر من 15 أكثر من 21 فريق آخر، لأن في الوقت الحالي اخترنا 35 فريق ليستفادوا إن شاء الله من هذه المشاريع. هناك بعض الأندية التي تنشط في البطولة الوطنية المحترفة تعاني من السيولة المالية على غرار الكثير من الأندية. كيف تعالج وزارة الرياضة هذه المشاكل؟ ليس لها علاقة بالأندية؟
كل الفرق المحترفة كلها تحوس على الأموال، على الدعم. قد ما تكون عندها أموال قد ما تتطلب أكثر، لأن قد ما يكون عندها أموال قد ما تحوس تجيب لاعبين تاع مستوى عالي. فلهذا هذا أمر يهم الفرق. حنا المهم أننا نقنن، ولابد الاحتراف يتماشى مع القوانين المعمول بها. هذا هو الهدف الرئيسي. بصفة عامة الإمكانيات موجودة، ولكن إمكانيات موجودة حسب مختلفة، يعني من نادي نعم هي مختلفة. مستحيل باش تكون في نفس المستوى. كاين فريق عنده إمكانيات أكبر على فرق أخرى، ولكن فيما يخص الدعم نفس الدعم إلى 32 فريق تاع على الدرجة الأولى والدرجة الثانية. فيما يخص الدعم، فيما يخص كاين دعم مالي، دعم فيما يخص التكفل بتنقل للفرق، فيه دعم فيما يخص المنشآت الرياضية. هو نفس الدعم مع الفريق الأول في الدرجة الأولى ولا الفريق الأخير في الدرجة الثانية. ومع هذا مع الوزير، مع هذا الوضع بعض رؤساء الأندية دعوا إلى ضرورة تسقيف أجور اللاعبين. كيف ترى هذه مبادرة تسقيف أجور اللاعبين فيما يتعلق هذه فكرة مرتبطة مباشرة مع الرؤساء، اتخذوها في إطار اللجنة، في إطار الرابطة المحترفة. هذا أمر ماهوش قانوني، ماهوش مرتبط بالقانون، ولكن نظن هذا قرار ظرفي، لأن كل الفرق ما عندهاش إمكانيات. في بعض الأحيان تعطي منح خيالية لبعض اللاعبين. نعم، فهم أخذوا قرار باش يكون تسقيف، ولكن نعاود نأكد ماهوش مرتبط بالقانون، غير ملزم يعني. لا، هذا قرار مرتبط بالنظام الداخلي للرابطة وللفرق. ولهذا نظن باللي ظرفي، لأن اليوم الفرق عندها مشاكل فيما يخص التمويل، ولكن في المستقبل إن شاء الله احتمال كبير باش هذا القرار يتغير وما يكونش فيه تسقيف فيما يخص المنح ولكن المعمول به أن الأموال المخصصة للمنح لابد تكون تتماشى مع الإمكانيات تاع الفريق. من المستحيل باش نعطي صفقات كبيرة، منح كبيرة، والفريق ما عندوش إمكانيات. معالي الوزير، نواصل هذا الحوار لكن بعد فاصل قصير، فتفضلوا بالبقاء معنا.